جماعة الناس اللي كانت بتسألني على حدائق العاصمة أو المترو أهو بتاع حدائق العاصمة، وادي المحطة بتاعت حدائق العاصمة. احنا دلوقتي طالعين عشان أوريكم الجهاز، يعني ادي حدائق العاصمة اهي، دي المحطة. هنا تحت. شكرا. ماشي. حدائق العاصمة شكلها جميل ما شاء الله، الله أكبر. كل حاجة موجودة بقى هنا، احنا دلوقتي خارجين ما شاء الله، حاجة محترمة. ده كده السلالم بتاعت الخروج، هقول لكم بالظبط ايه شكل الجهاز فين. احنا كده خارجين من محطة حدائق العاصمة، في حاجة اسمها مواصلاتي، ميكروباصات. ده شكل الجهاز يا جماعة اللي هناك دوت، اللي هو فيه أزرق، تمام. وفي عربيات بتبقى قدام محطة المترو بالظبط، اسمه مواصلاتي أو شركة النقل المتميز. وادي الايه محطة المترو اهي. طبعا الناس بتطلع بقى من هنا وتمشي على الطريق دوت، اتسفلت اهو بقى زي الفل. بتلف الحتة ديت تقوم ايه لحد ما توصل للجهاز. ده الجهاز اهو يا جماعة قدام محطة المترو بالظبط اهو، محطة المترو قدام الجهاز. ده الجهاز الجديد بتاع حدائق العاصمة، عشان الناس اللي بتسأل أو الناس اللي هي بتاعت الإعلان العاشر اللي كانت قدمت على المية أو الكهرباء. في طبعا إعلان 18 بقى اللي لسه ما استلموش أو اللي جالهم استعلام أو كده. طبعا هتيجوا هتدفعوا المرافق هنا في الجهاز اللي هو الجديد اللي قدام محطة المترو بتاع حدائق العاصمة. دي محطة المترو وادي الجهاز اهو على طول. بس طبعا انت لازم تمشي الحتة ديت لان مفيش مواصلات ولا الكلام دوت ايه بتوديك هناك، انت بتتمشاها كده. هي كويس ان هي اتسفلتت اصلا، يعني كانت الاول رملة فهو ما شاء الله سفلتوها اهي. بتلف على طول مع الملف دوت بتوصل للجهاز. اي حد عنده استفسار بخصوص المرافق او الميه او الكهرباء يبعت لي في الكومنتات وانا هرد عليهم. مبروك لكل الناس اللي جات لهم الشقق في حدائق العاصمه، منطقه جميله جدا مميزه. طبعا كل الرمله ديت والصحراء اللي انتوا شايفينها دي بكره هتبقى حاجه تانية قدام المباني، قدام المساكن اللي معموله بشكل متميز جدا جدا. يلا كله يعمل لايك بعد اذنكم للفيديو، صلوا على النبي.